بي ار بوكس جالي من بوث اوف بيوتي، فيلا بينا بقى نفتحه ونشوف فيه ايه بالظبط. اول حاجه الميني سايز دي اللي حجمها 5 مللي بس من البادي ميست بتاعهم، وده نوع اسمه امبر جروف. هي دي المكونات اللي في ريحه البادي ميست، وانا حسيتها بالظبط نفس ريحه برفيوم اولمبيا، فيها عنبر مع فانيليا، فحلو قوي لوقت الشتاء. وتاني واحد هو افري داي، وهي دي مكونات الريحه بتاعته، بس انا برضو حسيتها انها شبه بالظبط باشن جيرل بتاعت ديور، ريحتها فانيليا جدا. والشاور جل اللي وصل لي منه برضو نوعين، نوع تريجر ونوع فلورال بلوم. تريجر ده حسيت ريحته بالظبط عامله زي اودو دوموازيل بتاعت جيفينشي، وهي ريحتها ورد قوي. فلورال بلوم بقى حسيت ان ريحتها بالظبط زي كاسيليا. والبادي باتر جالي منه برضو نوعين، الفولو مي والاوريجينال. فولو مي ريحتها بالظبط زي لانويت ريزار من لانكوم، فحلوه جدا لو خارجه بالليل، فهتبقى حلوه جدا لان ريحتها سكسي قوي. اما بقى اوريجينال فدي من غير ريحه خالص، فهتبقى حلوه قوي عشان اخدها معايا العمره ان شاء الله، ربنا يكتبها لنا جميعا. ونيجي بقى للاختراع ده، وده عباره عن صبغه مؤقته للشعر، بتقعد تقريبا 2 أو 3 بالكتير، وبيروح من الشعر بالميه. واللي وصل لي هو اللون البينك، فهيبقى حلو قوي لو قاعده في يوم مع اصحابي وعايزه اعمل لوك فان كده ومختلف. ونيجي بقى للهير كير، الشامبو والكونديشنر والهير ماسك. الشامبو لا فيه سلفيت ولا سيليكون، فهيبقى حلو جدا للشعر الكيرلي. والكونديشنر كمان مخصص للشعر الجاف. الماسك ده بقى بيعمل ديب ريبيرينج، وهيبقى حلو جدا للشعر التالف والجاف لان ملمسه كريمي جدا. واخر حاجه بقى موجوده في البوكس هو الرولان، واللي وصل لي هو الاورنج مود، وهو ريحته فلورال فروتي. ولما دخلت على الويب سايت بتاعهم لقيت ان هم عندهم رولان برضه رجالي، وحتى كمان رولان للاطفال. متحمسه قوي بجد اني اجربهم كلهم، علشان بعد كده اقرر هشتري ايه منهم الفول سايز، لانهم كمان ادوني برومو كود بيدي خصم زياده، وهتلاقوني طبعا زي كل فيديو سايبالكوا في الديسكريبشن. انا اكتر حاجه الصراحه متحمسه ان انا اجربها هو الميكت ده، واشوف لونه هيبقى عامل ازاي على الشعر. واكتبيلي في الكومنتات نفسك تجربي ايه فيهم، وهتحطي ايه منهم في الاوردر الجاي بتاعك. ولحد ما اشوفك الفيديو الجاي خلي بالك من بشرتك.